أو مكان متروك بإتيان أفعال أو أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، أي وسيلة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تجاوز 5000 جنيه تزيد عن 10000 جنيه إذا تكرر الفعل من الجاني للمجني عليه من خلال الملاحقة والتتبع. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. نيجي بقى للمادة 306 مقرر فقرة ب من قانون العقوبات. يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت جريمة التحرش بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، فيعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تزيد عن 10000 جنيه. وإذا كان الجاني ممن له سلطة على المجني عليه كما ذكرته